جيت قلت لمليكة يلا يا مليكة قومي يا مليكة يلا ايه ننضف بقالنا مدة يا حبيبتي، ايه الدنيا مبهدلة وانا تعبانة اساسا وعندي احتقان ومش قادرة وعندي انفلونزا الصيف. بصوا، ورغم كده اول ما حسيت نفسي ان انا يعني ايه شديت حيلي شوية قلت لها يلا مليكة عشان بجد الشقة مضايقاني جدا والمنظر فعلا مضايقني والسجادة شكلها مضايقني. قالت لي يلا هنعمل ايه يا ماما؟ قلت لها هنغسل السجادة. ايه هنغسل السجادة ايه يا ماما؟ لا طبعا. قلت لها ايوه بس تعالي نجرب بس احنا ونصيبنا. جينا بقى شغلنا هنا المكنسة وبعد كده قلنا ايه هنكنس الارض الاول وهنكنس السجادة طبعا عشان ميبقاش فيها اي حاجة. قعدنا بقى كنسنا الارض وجبت لنا الحاجات بقى اللي هنضف بيها وكده، وبيلا طبعا لازم تبقى معانا طبعا. بس هربت على طول اول ما بدأنا نحط المية ما شفناش وشها خالص غير بعد ما خلصنا غسيل السجادة قعدنا نغسل فيها حوالي يا جماعة يعني اكتر من 2.5 ساعة بنغسل في السجادة، يعني شارع العبد ولا تربيته فعلا، لا حول ولا قوة الا بالله. بس المهم يعني اهو ايه الواحد ايه قال ايه يطلع شوية الطاقة اللي عنده في غسيل السجادة. ومليكة عمالة بقى تلعب مفكرة ان هو ايه كريزي ووتر وعمالة تلعب وتروح وغرقت نفسها. وقلت لها يا مليكة قومي غيري ملابسك غيري هدومك دي. مفكرة بقى ان هي عمالة تلعب بقى. وعايزة اقول لكم ان السجادة خدت كمية مية، المهم ان هي تبان في الاخر ان السجادة ما فيهاش عليها مية، خدت كمية مية فظيعة جدا، ونرش في مية ونرش في مسحوق ونرش في حاجات وتحس ان السجادة ما بترغيش ما فيش مية. انا مش عارفة في ايه. المهم يا جماعة يعني هي تجربة ايه يا ريت ما تجربوهاش ولا تعملوها يعني. يعني انا حاولت اجرب اصلا بحب اجرب جدا يعني بحب اتعب نفسي قوي. المهم قعدنا انا ومليكة نلعب انا وهي في المية وفي السجادة. بس بصراحة السجادة كنت فكرة ان هي مش نظيفة. السجادة طلعت يعني انا كنت فكرة ان هي هتطلع بقى كمية تراب او المية تبقى مش نظيفة. لا عايزة اقول لكم ان المية طالعة نظيفة، يعني ده اللي غزني بقى في الاخر بصراحة. يعني انا كنت متضايقة ان السجادة طلعت نظيفة. المهم قعدنا نعمل فيها واطلع فيها، وانا اهم حاجه عندي الاطراف بتاعه السجاده لان كل ما بنزل السجاده يتغسل ما بيغسلوهوليش كويس، دايما يسيبولي اطراف السجاده مش نظيفه ودي اكتر حاجه بتعصبني. قعدنا بقى ننضف انا ومليكه بالفرشه بالبتاع اللي هي دي اللي انا ماسكاها دي، مش عارفه فرشه السجاد دي اللي بيدي دي، جبتها والله ب30 جنيه بحالهم. يلا مش خسارة في السجاد والله. كان زماني يعني جايبة حاجات مسحوق وحاجات والفرشة دي يعني لو كنت رحت وديتها اتغسل كان اوفر لي بكتير. يلا مش مشكلة، هو الواحد ما بيتعلمش ببلاش برضه. بس عايزة اقول لكم حاجة بقى ان انا هكررها تاني في باقي السجاد وهغسل باقي السجاد.